السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتنا في الناسي ستوري. هذه القناة اللي تجيب لكم دائما القصص الواقعية، القصص من الواقع. اليوم جبت لكم قصة واقعية، قصة حدثت فعلا ديال واحد الإنسان اللي كان إنسان فقير وأصبح فجأة إنسان غني. قبل ما بداو في تفاصيل هذه القصة الرائعة، ما تنساوش متابعينا أنكم تضغطوا على زر الإعجاب وكذلك زر الاشتراك باش أنكم تدعمونا على هذه القناة. على بركة الله. فتفاصيل هذه القصة الرائعة، قصة هذا الإنسان اللي كان فقير، كان محتاج، خاصة أنه عنده جوج وليدات والزوجة ديالو، وكان تيكتاري واحد السكن اللي هو بسيط، يعني بيت وكوزينة ومرح. فهذا الإنسان كان دائما محتاج للمال، يعني إلا ما اشتغلش تنعرفوا بأن الصباغ يمكن يخدم 3 أيام في الشهر، يمكن يخدم 15 يوم في الشهر، ما يمكنش أنه يخدم دائما. فهذه المهنة ديال الصباغة، وخاصة أنه في الأيام ديال الشتاء فالصباغ ما تيبقاش خدام، تيبقى جالس في الدار، إضافة إلى أنه عنده مصاريف كثيرة، خاصو دائما واحد المدخول اللي هو قار باش أنه يقري وليداته أنه يسكن مزيان ويلبس مزيان. المهم هذا الإنسان كان دائما على النية ديالو، كيف ما كانت تقول ليه الزوجة تاعو، تقول ليه أنت إنسان نية، دائما تتكلموا بهذه الطريقة، تقول ليه سير النية. هذا الإنسان كان فعلا إنسان نية. فبعد سنين من الزواج ديالو فهو الوالد ديالو توفى والوالدة ديالو توفات، فهذا الإنسان يعني بقى عايش في المدينة على هذه المهنة اللي هي الصباغة، وكان يعني مقابل وليداته بهذه المهنة البسيطة. الإخوة ديالو كانوا عايشين في البادية لأنهم كان عندهم واحد الأرض ديال الوالدين، أرض الوراثة، كانوا باقين تيستغلوها. هو كان مخلي لهم الامور تيسيروا اللي بغاو ويعطيو اللي بغاو وياخذوا اللي بغاو ويديو اللي بغاو، هو يعني اللي جاب ليه الله فهو راضي به. لذلك فالزوجه ديالو كانت دائما تقول ليه انت نيه. المهم ماشي غير الزوجه ديالو، حتى الناس اللي تعرفهم فهما مسمين عليه النيه، لانه فعلا كان انسان نيه، فهو كان مخليها على الله. المهم في واحد اليوم الإخوة ديالو قرروا بأنهم يقسموا هذه الأرض، أنهم يقسموا هذه الأرض ديال الوراثة، الأرض اللي بقات لهم. فالإخوة ديال هذا السيد اللي هو النية اتصلوا به، قالوا ليه أجي راه بغينا نقسموا الأرض ديالنا. يعني بدأ يضرب الحساب مسكين لأنه عنده مسؤولية. قال لهم قسموا الأرض وداك الشيء اللي جاني في حقي خليوه ليا. المهم مشات الأيام وجات الأيام، وقرر هذا السيد، هذا الصباغ، هذا النية، قرر أنه يمشي للبلاد، يمشي لعند الإخوة ديالو باش يشوف الحق ديالو اللي قسموه ليه. فهو مشى فاكتشف واصطدم بواحد الواقع اللي هو مرير. فاش مشى ووصل عند الإخوة ديالو فهما وراوه القطعة الأرضية اللي جاتو في حقه، فهو تصدم فاش شاف القطعة الأرضية، لأنها بكل بساطة كانت يعني البقايا ديال هذيك الأراضي الأخيب ما يكون في هذه الأرض، والأرض الغير الصالحة في هذيك الأرض كلها اللي قسموا هي اللي جاتو في الحق ديالو. المهم هذا الصباغ فاش لقى بأن الإخوة ديالو خداو الأراضي الصالحة للفلاحة، الأراضي اللي مزيانة، وعطاوه يعني البقايا ديال داكشي اللي شاط عليهم، عطاوه أرض ماشي فلاحية، أرض مليئة بالأحجار ما صالحة لا الفلاحة لا الزراعة، حتى للرعي ديال الأغنام والماشية ما صالحاش. المهم فهو سكت وما تكلمش معهم، وخدا الامور بكل بساطه ان داك الشيء هو اللي جاه في الحق ديالو. المهم بما انه زار البلاد ديالو وزار المنطقه اللي كان عايش فيها في الصغر ديالو، فهو قرر انه يزور واحد الصديق ديالو، صديق ديال الطفوله. مشى عند الصديق ديالو زارو وفرح به، ولكن تكلموا على هذه القسمه ديال الارض وعلى القطعه ديال الارض اللي جاتو في حقه، هذه القطعه اللي مليئه كلها بالحجر اللي ما صالحه لحتى شي حاجه. المهم فهاد الصباغ قال للصديق ديالو انا راه بغيت نبيع هاد القطعه ديال الارض. صاحبو قال ليه بانها هاد القطعه ديال الارض عامره بالصخور ما صالحه حتى شي حاجه وصعيب انها تباع. قال لي المهم ها هي عندك انت تكلف بها، الا جاب الله ولقيتي اللي يشريها من عندي
اتصل بيا على هذا الرقم وعطاه الرقم ديال الهاتف ديالو. المهم توادعوا تفارقوا بسلامه بسلامه، مشاو بحالهم. الصديق ديالنا الصباغ رجع بحالو لمدينه الدار البيضاء بعد ما سلم ودع الاخوه ديالو كذلك، لانه ما تقلقش من هذيك القسمه. على هذا الشيء الناس تيقولوا ليه، والزوجه ديالو تتقول ليه دائما بانك انت نيه. المهم هاد النيه رجع وبدا تيصبغ يعني وخدام في الدار البيضاء، يعني ديك الخدمه ديال نهار خدام ونهار ما خدامش، مسكين عايش في تماره وفي العناء وفي العذاب، ولكن راضي بهذاك الشيء اللي قسموا ليه الله سبحانه وتعالى. دازت واحد الشهور قليله فاذا بالصديق ديالو تيتصل به هاتفيا، قال ليه اجي دابا وجيب معك الوريقات ديال الارض. فالصديق ديالنا الصباغ قال ربما القى لي الشاري لهذه الارض، لذلك فهو مشى ركب ومشى للبلاد ديالو باش يشوف شنو كاين في المساله. وصل للبلاد وزار الصديق ديالو، قال ليه بانه كاينه واحد الشركه اللي بغات هذه القطعه ديال الارض ديالك، شرات واحد القطعه وبغات تضيف ليها هذه القطعه ديالك. هذه الشركه تتقلب على الرخام، فيمكن دير معهم كونطرا، فهما بغاوك بانك دير معهم كونطرا ديال 5 سنين مقابل واحد المبلغ مالي اللي هو 200 مليون. فهو مشى عند الشركه ودار معها العقد ووافق على كل الشروط، وداروا معاه هاد الكونطرا، وقابل هاد الكونطرا للتجديد بعد 5 سنوات. المهم انه اصبح انسان غني فرمشة عين وفرح فرح شديد، لانه كان مسكين ما عندوش نهائيا، فهو كان عايش في الفقر المدقع في مدينه كبيره بحال الدار البيضاء اللي تحتاج المال والمصاريف الكثيره. هذا صاحبنا الصباغ عطى للصديق ديالو 10 المليون مقابل هذه الخدمه اللي اسداها ليه، لانه هو تكلف ببيع هذه الارض او بكراء هذه الارض ديال هذا الصباغ. فرغم ان هذه الارض كانت تتبان بان ما فيهاش خير لانها كلها ارض صخريه، الا انه الانسان خصو يعرف بان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وهذيك النيه اللي في هذاك الانسان هي اللي تتخلي ان الله سبحانه وتعالى انه يصيفط ليه الخيرات. الصديق ديالنا الصباغ رجع لمدينه الدار البيضاء ومشى شرا واحد السكن كبير بلا ما يخبر الزوجه ديالو، سكن فارغ. فهو شرا فيلا كبيره، مشى لعند الزوجه ديالو وقال لها يلاه تشوفي واحد السكن. فدا معاه الزوجه ديالو اللي كانت تظن وتتعتقد بانه ربما هذاك السكن غادي يخدم فيه او لا غادي يصبغوه او لا، الله اعلم شنو كان تيدور ليها في الخيال ديالها. فاش وصل لهاد الفيلا هو والزوجه ديالو دخلوا وفرج على هاد الفيلا وقالت ليه ديال من هاد الفيلا، قال ليها ديال واحد الانسان اللي تيقولوا ليه النيه. فهي ما فهمت والو في الحقيقه، بقات تتاكد عليه باش يقول لها ديال من هاد الفيلا. فهو قال لها هاد الفيلا ديالنا، هذاك الانسان اللي سميتو النيه هو اللي سهل عليه الله وعطاه هذا الرزق باش شرا هاد الفيلا. وفرحات بزاف في الحقيقه لانها تصدمات من هاد يعني الخبر المفرح. ما كانتش تظن بان راجلها النيه غادي يعطيه الله رزق كبير وغادي تعيش معاه في السعاده وفي الهناء. فهذه القصه تتبين لنا بان الله سبحانه وتعالى يقدر يغنيك فرمشه عين. الى اللقاء.